السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم كريمه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مملحه من المملحات المحبوبه في رمضان وكذلك في الايام العاديه. ان شاء الله غادي تعجبكم هذه الوصفه بدون ورقه البسطيله، بدون عجين مسمن. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش نشرح معكم الوصفه، وكذلك بالحشوه اللي اقتصاديه بزاف وكتخرج كميه كثيره، كتخرج 53 حبه، وكذلك بجوج حبات ديال البطاطس فقط. كنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، لانه فيه نصائح كيفاش تحتفظوا بهم لمده طويله، وكذلك كيفاش تقليوهم في الزيت. لاول مره كيشوف القناه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، وكذلك ما تنساوش لايك الفيديو. ندوزو للمقادير. عندي هنايا واحد الطنجره غادي نوضع فيها شويه ديال الماء، وغادي نوضع فيها الصدر ديال الدجاج. غادي يحتاجوا صدر ديال الدجاج واحد فقط. غادي نضيف عليهم ورق الرند او ورق سيدنا موسى، واحد دريس ديال الثومه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. غادي نخليها تصدر الدجاج حتى غادي يطيب، وغادي ندوزو لطنجره واحده اخرى. عندي فيها جوج ديال الحبات ديال البطاطس يكونوا كبارين، غادي نخليهم يتسلقوا مع شويه ديال الملحه. عندي هنايا واحد الحبه ديال البورو اللي وريتكم طحنتها في الهشوار، او ممكن انكم تقطعوها غير بالموس. وبالنسبه للبورو، اذا ما كانش عندكم توفر، ممكن انكم تضيفوا حبه واحده من البصل يكون متوسط. صافي كما كتشوفوا، يعني بامكانكم انكم تقطعوه بالموس، ولكن انا بالنسبه للتصوير يعني كنحاول انني نسهل عليا الامور وصافي. هنا غادي نجيب واحد المقله، غادي نضيف عليها شويه ديال الزيت، وغادي نحاول انني نقلي مزيان هاد البورو. نفس الطريقه غادي تعملوها البورو، غادي تعملوها البصله، يعني ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. غادي نضيف القليل من الزيت، غير زيت المائده فقط. غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود. غادي نخليهم يطيبوا حتى غادي يدبل هذاك البورو. بالنسبه لصدر الدجاج كما غادي تشوفوا معايا هنايا، صافي بعد ما طاب، لان كان عندي مجمد في المجمد، يعني مباشره جبدته. وضعته في الطنجره اللي كانت عندي فيها الماء، يعني واخا يكون عندكم مجمد في المجمد. غادي نوضعوه في واحد الشبكه، وغادي نخليه يقطر. ضروري تخليوه يقطر من الماء. بالنسبه للبورو كما شفتوا معايا، غادي نشحرو مزيان. صافي غير ان فوا غادي تشوفوه دبل، غادي تحيدوه كما قلت لكم نفس الطريقه البصله. هنا صافي كما كتشوفوا معايا، بعد ما خليته يقطر مزيان غادي ندوز كذلك نطحنوه. حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الهشوار، ممكن انكم تقطعوه غير بالسكين، يعني راه كيتفتت بكل سهوله، يعني ماشي ضروري عفوا. بالنسبه لهذا الدجاج هذا ماشي ضروري الهشوار، كما كتشوفوا انا كنوريكم هنايا بيدي، يعني كيتفتت بكل سهوله. واللي كان عندها يكون احسن باش كتسهل عليها حتى هي العمليه، باش ما كتبقاش تضرب تماره بزاف، وفي نفس الوقت ما كديش الوقت بزاف. بالنسبه للبطاطس حتى هي حاولوا انكم ضروري تخليوها تقطر غير واحد جوج دقائق، وضروري خصكم هي باقي سخونه باش تمعسوها مزيان، لان ضروري الا كانت بارده راه ما غاديش تمعس معاكم. هنايا كما شفتوا معايا هذاك صدر الدجاج غادي نضيف عليه البورو اللي شحرنا في الاول، مع شويه ديال الزيت والملحه والابزار فقط. هادشي اللي عملت معاهم. كنأكد عليكم اللي ما عندهاش الهشوار غادي تستعمل غير السكين فقط، وتقطع هادشي هذا وتخلط كلشي مع بعضيته. صافي هنايا انا غادي ندوز نطحنهم غير واحد الطحنه خفيفه، لانه هما ديجا اصلا مطحونين بجوج. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام ديالو. هنايا بالنسبه للبطاطس يعني خليتها تقطر شويه وهي باقي سخونه، ضروري تكون باقي سخونه، لان الا بردت ما غاديش تكون النتيجه كيف ما هي. صافي هنايا نتوما استعملوا الطريقه اللي بغيتو، يا اما جيبوا هذا المشبك هذا، يا اما في الطحانه ديال اليدويه القديمه اللي كنا كنطحنوا فيها مطيشه، يعني لكم الاختيار. كاين اللي كيطحن حتى في الروبو، يعني ماشي مشكل. المهم اهم حاجه هو انكم تمعسوها مزيان وهي باقي سخونه. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كترجع كريميه. هنايا كما قلت لكم عندي جوج ديال الحبات ديال البطاطس يكونوا كبارين، قطعوهم اطراف صغيره. صافي نفس الطريقه كما قلت لكم. القوام ديالها كما كتشوفوا ضروري تكون بحال هذا الشكل هذا. هاد الوصفه اقتصاديه بزاف، كما قلت لكم كتخرج 53 حبه، جوج حبات ديال البطاطس مع صدر واحد ديال الدجاج كما شفتوا معايا، يعني وصفه اقتصاديه. هنايا بالنسبه لهذاك الدجاج والبورو اللي طحنت غادي نضيفهم على البطاطس. البطاطس ضروري في الاول تكون فيها شويه ديال الملحه. هنايا هاد الاضافات اللي غادي نضيف يعني كيبقاو اختياريين. ممكن انكم تضيفوا حاجه واحده، ممكن انكم تضيفوا غير لافاش كيري، تضيفوا مثلا واحد 4 ديال القطع او 5 ديال القطع باش كتعلق لكم الحشوه. ضروري تعملوا شي حاجه من هاد الاجبن.
انا هنايا عملت هاد السطر هذا ديال الجبن كما كتشوفوا معايا، استعملته معكم مره اخرى. هذا كيطيح اقتصادي بزاف، عملت 2 معالق كبارين. هذا كيصلح للاكل، كيصلح للحشوات، كيصلح للتشيزكيك، صراحه عنده بزاف ديال الاستعمالات، كنصحكم انكم تشريوه. والاهم انه كيطيح اقتصادي بزاف. هنا عندي واحد 50 غرام ديال الجبن الاحمر، كيبقى اختياري ماشي ضروري. اهم حاجه هو انكم تعملوا يا اما الجبن يا اما لافاش كيري يا اما كيري، المهم اي حاجه من هاد الاجبان هادو باش يعلك لكم الحشوه. صافي ضفت شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، غادي نضيف هنايا شويه ديال البودره ديال الثوم، ما كانتش عندكم ماشي ضروري، ممكن انكم تستغنوا عليها. وهنا غادي نضيف واحد الاضافه، نص معلقه صغيره من توابل ديال السمك، يا اما توابل السمك يا اما توابل ديال الدجاج، حتى هي لما كانتش متوفره ممكن انكم تستغنوا عليها، فقط غير الملح والابزار كينكه هاد الحشوه هذه. اهم حاجه هو انكم تقيسوا الملح، لان ضروري الملح هو اللي كيصحح الذوق. هنا غادي ندوزو للكريب. انا غادي نستعمل معاكم هنايا الكريب اللي ساهل واقتصادي وتا هو كيعطي كميه كثيره. عندي بيضه واحده، شويه ديال الملح، وغادي نضيف هنايا عندي هنايا الماء والحليب، يعني كاس ديال الماء مخلط، الماء والحليب كما كتشوفوا معايا، كاس ديال العنبه ما يعادل 200 مليلتر. وغادي نزيد كذلك 4 كاس ديال الحليب او الماء اللي بغيتو، المهم كاس وربع مخلط ما بين الماء والحليب ما يعادل 250 ملي. هنايا غادي نضيف زيت المائده، 2 معالق كبارين من زيت المائده. ضفت هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء او البابريكا غير للون فقط، يعني ماشي ضروري. بالنسبه للابزار ضروري تضيفوا واحد شويه، ممكن انكم تضيفوا حتى الزعتر حتى هو تحكوه وتضيفوه حتى هو كيعطي نكهه مزيونه، او القزبر المعدنوس يكونوا مطحونين مزيان حتى هما كيجيو مزيونين. صافي بعد ما خلط المكونات مزيان غادي نضيف عليهم الدقيق. عندي هنايا الكاس الاول ما يعادل 100 غرام، وغادي نزيد عليهم 4 كاس ديال الدقيق. يعني هنايا الوصفه عندي انا مضبوطه. اذا كان عندكم مثلا الدقيق كيتشرب السوائل وجاتكم ثقيله بزاف، ممكن انكم تزيدوا واحد 2 معالق د الماء او 2 معالق ديال الحليب. هنا كما شفتوا بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي استعملت كاس وربع. صافي هنايا ضروري واهم حاجه انكم تصفيو هذا الخليط، وغادي نخليه يرتاح واحد 10 دقائق وندوز نخدم معاكم. ضروري تخليوه يرتاح. صافي كما كتشوفوا القوام ديالو كيجي خفيف شويه. هنايا جبت المقله، بالنسبه للنار تكون متوسطه. انا هنايا استعملت غير ديك الراس اللي كيكون صغير، وحيتاش المقله عندي صغيره. القطر ديالها 12 سنتيم. انا غادي نتاكد وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش نعطيكم القياس بالضبط. كما كتشوفوا معايا بالنسبه للعافيه كتكون متوسطه. وبالنسبه للكريب هذا ماشي ضروري انه يتحمر بزاف لانه باقي غادي يتقلى، وحتى الا ما بغيتوش تقليوه كتحمروه في المقله. يعني من الاحسن انكم ما تحمروهش بزاف، لان ضروري ملي كتكون فيه الحشوه يا اما غادي نقليوه يا اما غادي نحمروه في المقله. صافي كما كتشوفوا كتعملوا الكميه على حسب المقله ديالكم اللي عندكم نتوما. بغيتوا تعملوا المقله كبيره اللي كتكون فيها 18 او 22 سنتيم يجيوكم كبارين، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا استعملتهم على شكل السيجارات كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. الوصفه سهله وسريعه دغيا كتوجد، يعني في اخر ساعه ممكن انكم توجدوا هذه الوصفه هذه. بالنسبه لهذه الكميه هذه ديال البيضه واحده كتعطيني 19 حبه، وبعض المرات كتعطيني 20 حبه من هذا القياس هذا. صافي هنا بعد ما ساليت كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالهم بعد ما وجدتهم. وضروري بعد ما كطيبوا كل وحده كتغطيوها باش كيرجع ليها الصاط ديالها وكتبقى رطبه. اذا ما غطيتوهاش غادي تقصح معكم سواء الكريب حلو او الكريب مالح. هنا غادي ندوز باش نشكل معكم الطريقه ديالهم بحال اللي كنخدموا لي سيجار بالورقه ديال البسطيله. هنا في الاول كنت كنعمل عيني ميزاني بالنسبه للحشوه، ولكن في الاخير عبرتهم باش يجيوني هما هادوك. وانتم كيبقى لكم الاختيار، بغيتوا تعبروهم بغيتوا تعملوا عينكم ميزانكم. بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند من الاحسن انكم تعبروهم باش كيجيوكم قادين وكيجيوكم فينين. صافي كما شفتوا معايا انا غادي نعاود معكم وحده اخرى. يعني الطريقه راه سهله وماشي ضروري انكم تلصقوهم، لان حنا باقي غادي نفندوهم في البيطات وفي الشابلوغ. صافي كما كتشوفوا غادي نهز واحد الكميه. انا في الاخير عبرت فيهم 15 غرام، يعني هادو الاول عملتهم تقريبا شويش كبارين. صافي كما كتلاحظوا كنلوي هاد الكريب بحال هاد الشكل هذا، وكنطوي الجوانب يعني بحال اللي كنخدموا بالورقه العاديه، وكنثبت هاد الاطراف هادو. وبالنسبه للكريب الطريقه ديالو سهله، بالنسبه يعني غادي تخدموا بهم السيجار ما غاديش يعذبوكم. صافي كما كتشوفوا كتلوي بطريقه راه سهله ومبسطه بحال هذا الشكل هذا كما قلت لكم بلا ما تلصقوهم. اذا بغيتوهم تعملوهم في المقله غادي تعملوهم شويش مربعين، يعني ما تخليوهمش كيف ما هما. صافي هنايا غادي ندوز باش نعبر هذه الكميه كامله، عاد غادي ندوز باش نخدم باش نشوف انا شحال غادي تخرج لي من حبه.
كما قلت لكم غادي نعمل فيهم 15 غرام، كيجيو هما هادوك، ما كيجيوش كبارين وما كيجيوش صغارين. يعني من الاحسن بالنسبه لهاد الحشوه هذه تعملوا فيها 15 غرام. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف وكتعطي كميه كثيره وفي نفس الوقت اقتصاديه. تحتاجوها في رمضان، تحتاجوها في الايام ديالكم العاديه. ممكن اذا كانت عندكم حتى شي حفله باش كتعرفوا الكميه اللي غادي تعملوا مثلا لحسب الضيوف ديالكم اللي عندكم. صافي انا هنايا غادي نستمر، غادي نعبرهم كاملين، عاد غادي ندوز باش نكمل معكم الطريقه ديال التشكيل ديال هاد السيجار هادو. يعني الطريقه راه سهله كما قلت لكم. صافي كما كتشوفوا هنا بعد ما كنت عبرتهم كاملين غادي ندوز غادي نشكلهم بهذه الطريقه هذه. راه الطريقه سهله كما كتشوفوا معايا. يعني كنجرب الفيديو لان ماشي ضروري يجي الفيديو طويل بزاف لان كلشي باين وكلشي واضح. صافي كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. وكما قلت لكم بالنسبه لهاد الكميه ديال هاد البيضه واحده اللي خدمت بها الكريب خرجت لي 19، بعد مرات كتخرج لي 20 حبه. يعني نتوما اذا كنتو غادي تعملوا كلشي بهاد العجين ديال هاد الكريب غادي تعملوا القياس ديال 3 ديال البيضات. يعني كيف ما ذوبلتوا بيضات غادي تذوبلوا الحليب، غادي تذوبلوا الدقيق، غادي تذوبلوا الزيت. كنتمنى يكون كلشي واضح. هذه هي الكميه اللي خرجت لي 53 حبه. 19 وحده كما شفتوا معايا انا لويتها. وبالنسبه لهادو انا غادي نعاود نخدم من بعد لان الا صورت كلشي غادي يجي فيديو طويل. يعني حتى غادي نسالي معكم الشكل النهائي وعاد غادي نرجع نزيد الكميه اللي باقي لي ديال الكريب ونكمل الباقي اللي عندي ونحتفظ بهم في المجمد. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ من المجمد انا غادي نهضر لكم عليها. ممكن انكم تحتفظوا بهم بهذه الطريقه هذه بلا ما تعملوهم في البيض وفي الشابلوغ، وممكن انكم تحتفظوا بهم وهما مدهونين، يعني مدهونين بالبيضات وبالشابلوغ. انا صراحه كيعجبوني هكذاك لان كيجيو رائعين بزاف. صافي كما قلت لكم انا هنايا غادي نخليهم على جنب وغادي ندوز نكمل معكم تتمه الوصفه. عاد نكمل انا هادو. هنا غادي نحتاج واحد البيضه وحده، غادي نطربها مزيان. وعندي هنايا الشابلوغ كما كتشوفوا معايا. استعملوا اي نوع ديال الشابلوغ اللي عندكم. وبيضه ضروري انكم تطربوها. هنايا انا غادي نحتاجها الشتاء، ما غاديش نغطس هذاك الكريب. انتم غادي تشوفوا معايا هاد الطريقه هذه اقتصاديه سبق لي خدمت بها وعمليه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ما كترون لكمش الدنيا. هنايا انا زدت لهم شويه ديال الشوفان. مره اخرى كنت خدمت معكم وواحد لي سيجار وزدت لهم شويه ديال الزنجلان الابيض. كيعطي واحد الاضافه مزيونه وحتى الشكل كيعطيها مزيون. هنا كما قلت لكم ضفت الشوفان وماشي ضروري انكم تضيفوه. هنايا انا كصحاب لي في الاول كنصور، المهم في الاخير عاد عرفت انني ما كنصورش وعاد غادي نعاود نكمل معكم. كنجيب هنايا الشيته وكندهن هاد الكريب. نفس الطريقه غادي تعملوها مثلا اذا خدمتوا بالورقه. وهاد الحشوه ممكن انكم تعملوها في الورقه ديال البسطيله، يعني ماشي ضروري في الكريب. صافي كما كتشوفوا معايا هذاك الشكل ديال الشوفان كيعطي واحد الاضافه مزيونه بزاف. نفس الطريقه غادي نستمر استنسلي هذيك الحبات اللي عندي. تبعوا هذه الطريقه هذه اللي كنخدم بها انا وان شاء الله غادي تنجح معكم الطريقه لان الطريقه راه سهله وعمليه وفي نفس الوقت اقتصاديه. كما قلت لكم هنا حاولوا انكم تفندوها مزيان، ان فوا تنزلوها في الشابلوغ فندوها باش ما كينشفش هذوك البيضات عليه. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه. وهنايا بالنسبه لطريقه الاحتفاظ غادي تجيبوا صينيه او بلاطو، المهم اي حاجه عندكم غادي تستفوهم. كما غادي تشوفوا معايا غادي تخلي بيناتهم اتساع، ما تعملوهمش ملصقين بعضيتهم، وغادي تعملوهم في المجمد حتى كيجمدوا. يمكن تقريبا واحد نص ساعه ساعه المكانه كيجمدوا. من بعد كتحتفظوا بهم يا اما في البلاستيكه يا اما في العلب، يعني على حسب نتوما باش غادي تحتفظوا بهم باش كتبقى الفورمه ديالهم كيف ما هي ما كتخسرش. بالنسبه للطريقه ديال القيل ديالهم بعد ما غادي نخرجوهم من المجمد مباشره من المجمد الزيت تكون بارده، يعني هذه دائما كنأكد عليها. هنايا انا غادي نقليهم معكم ويعني هما باقي طريين. الزيت ضروري تكون سخونه في هذه المرحله هذه، الزيت تكون سخونه لان حنا عندنا الحشوه ديال البطاطا. اذا كانت الزيت بارده غادي تطرطق معكم سواء الورقه سواء الكريب، يعني كونوا متاكدين. المشكل اذا طرطقت لكم هاد السيجار هادو غادي يكون المشكل ديال النار كتكون مهيله. بالنسبه اذا خرجتوه من المجمد مباشره الزيت كتكون بارده ولكن النار كتكون مجهده باش كيطيبوا من برا ومن داخل في مره واحده وفي نفس الوقت الحشوه ما كتطرطقش معاكم. كنتمنى يكونوا هاد النصائح استفدتوا منهم. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي بعد ما قليتهم، ما كيوقع لهم حتى حاجه. كما قلت لكم قليتهم في الزيت تكون سخونه، ماشي سخونه يعني العافيه مجهده بزاف ولكن ماشي النار ناقصه. يعني كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو بغيت نقصد لكم، لان الحشوه ديال البطاطا كتطرطق ماشي بحال اي حشوه. يعني الحشوه العاديه الزيت كتكون متوسطه
ما كتكونش مجهده بزاف. الحشوات كاملين اللي كيكون فيهم البطاطس كيتقلاو في الزيت تكون سخونه كما كتشوفوا معايا. الشكل من داخل كتجي معلكه، كتجي رائعه بزاف، ما تقولوش بلي ان فيها بطاطا، واحد المذاق رائع بزاف. هنا غادي نكونوا وصلنا اخر الفيديو. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.